السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في حلقة جديدة مع اتعلم مع العسال. وفي الحلقة دي هقولك ازاي ان احنا نحول معادلة فيلوكاب ان هي تبقى معادلة ديناميكية متكاملة ما تحتاجش فيها انك تدخل الكولوم اندكس نمبر، زي نستخرج بيها البيانات بشكل دايناميك، بشكل يعني متكامل جدا. يلا بينا نخش نتفرج على طول. وقبل ما نتفرج احب اقول لك انك تقدر تشترك في كورسات الاكسل بتاعتي او كورسات التحليل المالي عن طريق الموقع بتاعي، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن. ويلا بينا. يلا بينا يا سيدي. وبص بقى دلوقتي انا عندي هنا اسم العملاء اهو. ده عميل ومبيعات يناير، مبيعات فبراير، مبيعات مارس. فانا عايز دلوقتي ادخل الشهر هنا، ادخل العميل هنا يطلع لي مبيعاته. طيب انا هعمل القصه دي ازاي؟ اول حاجه في الشهر محتاجين نعمل من قائمه داتا، هنروح نعمل داتا فاليديشن ليست، وهقول له حط لي لسته هنا، واختار الشهر، يبقى اختار الشهور اهي. وبعد كده هقول له اوكي، فيبقى عندي هنا الشهور. وبعد كده هاجي هنا في الخانه بتاعه العميل وهعمل برضو فاليديشن ليست، واقول له ليست، واختار السورس، واختار العملاء بتاعتي يعني. تمام، وهقول له اوكي برضو واوكي. فدلوقتي مثلا انا هختار فبراير، اختار مثلا عميل مصطفى يسري مثلا، فانا عايزه ينزل لي مبيعاته. فانا ممكن اعمل الكلام ده بمعادله في لوك اب، واروح اقول له، هيقول لي انت عايز في لوك اب، اللوك اب فاليو بتاعتك، فهقول له دور لي على مصطفى يسري. دي القيمه اللي في لوك اب هتدور عليها. هتروح تدور عليها في الجدول دوت. وانت عارف ان في لوك اب بتدور على القيمه اللي انت بتديها لها دي، اللي هي لوك اب فاليو، بتروح تدور عليها في اول عمود من ناحيه الشمال في الجدول. ودوت عشان اتجاه الشيت بتاعنا من الشمال لليمين. لو الشيت بتاعك اتجاهه يمين شمال، يبقى ساعتها اللوك اب فاليو دي، الفي لوك اب، هتروح تدور على اللوك اب فاليو في اول عمود من ناحيه اليمين. فخد بالك من القصه دي، عشان دي ليميتيشنز من اللي موجوده عند في لوك اب، لانها تعتبر حاجه اسمها فيرتيكال لوك اب. هو احنا ليه اخترنا العميل ما اخترناش الشهر؟ عشان زي ما قلت لك، هي معادله في لوك اب هي فيرتيكال لوك اب، بتدور على مستوى السطور. فاهم؟ فبالتالي الكلام دوت ان انت لما تيجي تبص، انا مش هينفع احط في الشهور، لان الشهور ماشيه على مستوى الاعمده. يعني كل شهر في عمود، هنا كله في سطر واحد، ففيرتيكال، وده كده هوريزونتال، راسي وافقي. طيب هيقول لي انا لما الاقي مصطفى يسري هنا، اجيب لك البيانات اللي في انهي عمود من الاعمده اللي قصاده. فانا هقول له بعد انا عايز ايه؟ فبراير، فعد ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، فهديله رقم تلاتة. والرينج لوك اب دي عشان بتقول له انت عايز الايه، يبقى اكزاكت ماتش، يعني لازم يجيب مصطفى يسري بالظبط، ما يجيبش حاجه شبهه. واروح ايه، قافل المعادله كده، فراح جاب لي 980. فتيجي تبص على مصطفى يسري في فبراير 980 بالفعل. طيب هنا بقى في عندي مشكله. هو انا ممكن اغير العميل هنا، مثلا اغير مصطفى يسري، هختار مثلا ايمن صادق. فهتشوف ايمن صادق برضو نفس المبيعات. فتعال نشوف حاجه تانية مختلفه. هنشوف مثلا مريم، فمريم محمود 2800. تيجي تبص مريم محمود فعلا 2800 اهي. بس هتيجي لو غيرت الشهر، نيجي نغير الشهر كده ونختار يناير، هتلاقي الدنيا مش متغيره. ليه؟ عشان هختار ان انا افتح المعادله واروح اغير رقم العمود. فهو يناير في عمود كام؟ ادي واحد، ادي اتنين، فهختار اتنين عشان اجيب مبيعات يناير. فمريم محمود في يناير كانت بايعه ب20000. طيب ازاي بقى اخلي المعادله دايناميك بشكل متكامل؟ فحته رقم العمود دي انا عايز حاجه تجيبها لي تبقى دايناميك بناء على القيمه بدخلها هنا، بدل ما هي بدخلها بايدي. فبالتالي هحتاج معادله ماتش. معادله ماتش بتعمل ايه يا سيدي؟ معادله ماتش بتديها قيمه، بتجيب لك الموقع بتاعها مكانها فين. فانا هقول لها معادله ماتش، هتروحي تدوري اللوك اب فاليو بتاعتك، هتبقى الشهر دوت، هتدوري لي على الشهر ده. هقول له يا سيدي هندور على يناير دوت في الاري، او اللوك اب اري بتاعتنا هتبقى هنا. طب هتقول لي ايه ده، هو احنا ليه انت بادئ من هنا؟ ما احنا نبدا من دول بس. لا، هقول لك ان اللوك اب اري بتاعت الماتش لازم يكون عدد الاعمده بتاعتها نفس عدد الاعمده اللي موجوده في اللوك اب اري، او التيبل اري بتاع الفي لوك اب نفسها. يعني الفي لوك اب بادئه واخده من عمود A لحد عمود D، فلازم الماتش تكون واخده برضو من عمود A. اللوك اب اري بتاعتها تكون من عمود A لحد عمود D، حتى لو احنا مش محتاجين دوت مش مشكله. فانت كده خلصت اللوك اب اري. بعد كده الماتش تايب برضو هيكون اكزاكت ماتش اللي هو الصفر، وتقفل معادله ماتش. فانت كده معادله ماتش هتروح تعمل ايه؟ هتروح تدور على يناير فوق هنا، فهتشوف هو في رقم انهي رقم عمود. فهتبص واحد اتنين تلاتة، مثلا لقيت يناير، فواحد اتنين تقول اتنين، فهتروح واخده الاتنين ومدياها لمعادله في لوك اب في الكولوم اندكس نمبر. فاصبح كده رقم العمود بتاعك بيجي لك بشكل دايناميك بناء على الشهر.
وخلاص كده الدنيا هنا تدوس انتر. فلاحظ كده يناير اهو. فلما تيجي تغير يناير مثلا وتختار فبراير، فبص هتلاقي بقى 2800 لمريم محمود. تغير فبراير تختار مارس 17000، تغير مريم محمود نفسها وتروح لأحمد ممدوح. فبقى عندك يا سيدي تقدر تقول كده اللي هو انت اكنك اكستراكت حاجه، داتا اكستراكشن، بتطلع بيانات بشكل دايناميك متكامل بناء على العمود والسطر عادي بمنتهى السهوله. اتمنى الحلقه النهارده ان شاء الله تكون عجبتك. مش طبعا اللايك والسبسكرايب، ولو عايز تدعم القناه هتلاقي في باقات دعم تحت كتير. واشوفك كل يوم سبت وثلاث ان شاء الله الساعه 8 بتوقيت مصر مع اتعلم مع العسال. اشوفك على خير.